السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله نشرح لكم السلسلة رقم 17. قبل ما نبداو ما تنساوش تشاركوا على القناة كود مارو كريم باش يوصلكم جديد عن تعليم السياقة وقانون السير. غنكمل لكم اسئلة الامتحان المحاكية للامتحان. غنعطيوكم فقط 20 سؤال اللي كيكونوا في الامتحان، مكنبغيوش نطولوا عليكم ب40 سؤال اللي كيكونوا ديجا غير كتقراوهم ما كتستافدوش كاع منهم داخل الامتحان. نبداو ببركة الله على شرح السلسلة رقم 17. السؤال رقم 1: يمكن لي استعمال أضواء الضبابة ديال الخلف؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. ديما في أي سؤال حاولوا ديروا بوز وتجاوبوا، ومور بوز غتلقاو إن شاء الله الشرح. بالنسبة لي كما كيبان لنا حنايا في الشتا كنسوقو بأضواء التقابل وأضواء الضبابة الخلفية، أضواء التقابل أضواء الضبابة الأمامية. في الثلج والضبابة كنشعلو أضواء التقابل وأضواء الضبابة الأمامية والخلفية. كما كيبان لنا هنايا عندنا الشتا كنعرفوها بالسويق لاص طالع، الشتا راه باينة، إذا غنسوقو في التقابل أضواء الضبابة الأمامية. هنا دايرين لا يمكن لاستعمال أضواء الضبابة الخلفية، لا مكنسوقوش بهم في الشتا، لأن إلا عندنا أضواء الضبابة الخلفية وكيطيح ليهم الشتا راه داك النقاطي بحال العرض الطوموبيل كتولي مبهرة كتعمي مستعمل السائق. إذا مكنصحوش أضواء الضبابة الخلفية نشعلوها في الشتا، كنشعلوهم غير في الضبابة أو الثلج. كيتواجد منحدر خطير على بعد 400 متر؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. الانحدار هو 14 متر لكل 100 متر؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. لكن كما كيبان لنا عطينا علامة الخطر. ديما علامة الخطر كما قلنا كتبدا على بعد 150 خارج المدينة و50 في المدينة. هنايا كما قلنا علامة تكميلية، إلا كانوا ما دايريناش الأسهم فكنقولوا على بعد هذا الرقم، أما إلا دايرين الأسهم فكنقولوا على بعد القاعدة. القاعدة كتقول لنا 150 في المدينة 150 خارج المدينة و50 في المدينة. حنا خارج المدينة إذا على بعد 150، وهاد الأسهم نقولوا لهم على طول 400 وعلى بعد 150. كيتواجد المنحدر الخطير على بعد 400؟ لا، على بعد 150 كنقولوا القاعدة كنزيدوا على طول 400. إذا كيتواجد المنحدر الخطير على بعد 400؟ لا. الجواب صحيح هو رقم 2. الانحدار هو 14 متر كل 100 متر. بالنسبة للانحدار كيكونوا كاتبين لك هنايا دابا هنايا كما كنا في كل 100 متر مشينا، كما كتبان لنا مشينا هناك 100 متر راه كنهبطوا 14 متر تحتونا. هذا منحدر خطير بزاف كاع. اذا هنايا كما كيبان لنا الجواب صحيح، كيتواجد المنحدر الخطير على بعد 400 متر. لا. الانحدار هو 14 متر في كل 100 متر. نعم. الجواب صحيح هو 2 3. ندوز قبل العربة الخضراء؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هنا كما كيبان لنا هذا ملتقى الطرق، هي طريق داخله في طريق، كاين مسلك اليمين ومسلك اليسار. مسلك اليمين كيدي طول ومسلك اليسار كيدي طول. هنايا ندوز قبل العربة الخضراء. العربة الخضراء شنو عندها قف ديما كيكون إما قف أو كيتعوض بخط. هنا كما دايرين لنا خط فهو عنده قف. إذا ندوز قبل العربة الخضراء؟ نعم. كون كان ما عندوش قف راه نعطيوه السباقية اليمين واخا حنايا في الطريق الكبيرة. هذا خطأ شائع ديما في الكود تجاوبوهم واخا تكون هذه الطريق الكبيرة وهذه ما عندهمش علامة كنعطيو اليمين. هما في الواقع حاجة أخرى، راه في الواقع اللي كنشوفو اللي كنعيشو راه كتلقى طريق كبيرة مول الصغيرة كيوقف الكبيرة. إذا الجواب صحيح وهذا راه خطأ. هذا بالنسبة للناس كيسوقو. أما قانون السير إلا وقعت الله يستر أكسيدون فراه مول اليمين هو اللي كيدوز كتقلب عليه المسؤولية. أما في الواقع اللي كي كنشوفو راه كنشوفو مول الطريق الكبيرة كيدوز كيطير ما كيوقفش اليمين، واليمين راه ما يقدرش يدوز لأن مول الكبيرة يدخل فيه.
اما ديما حنايا كنديو على التشوير، ما كنجيوش هكا طريق كبيره كدوز هي الاولى على الصغيره. اذا هنايا الصوره واضح، لا عندنا قف ندوزو قبل الخضراء. جواب صحيح هو رقم 1. يمكن لي نقوم بالتجاوز هاد الشاحنه. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. هنا كما كيبان لنا حنايا في منعرج، هو منعرج كما كيبان لنا، حتى شي سياره ما باغا تتجاوز وحتى شي سياره ما جايه. هذه كما قلنا طريق ذات اتجاهين. فاش كنعرفوا طريق ذات اتجاهين بخطوط متقطعه على اليسار كنعرفوا الطريق كدي وكتجيب. ديما في طريق في اتجاهين ما كيمكنليش نتبع، ما كيمكنليش نتجاوز في منعرج. فوقاش يمكن لي نتجاوز في منعرج الا كان الطريق غير كتدي، لان الرؤيه غير واضحه كيبان شكون اللي جاي، حيت المنعرج كيحجب الرؤيه. هنايا كما كيبان لنا بدا التجاوز ديالي، غتصدق شي سياره جايه من هنا وشي عربه، ديك الساعه كتشكل خطر كبير. اما الا كان الطريق ذات اتجاه واحد فلا كتتبع التجاوز حتى شي سياره ما تجي واخا في المنعرج. ديما في المنعرج عقبه ما كنتجاوزوش الا كان الطريق كدي وكتجيب. اما الا كانت الخط متصل على اليسار من هنايا عاد تجاوزو، ديك الساعه دوبل. اذا هنايا الجواب صحيح هو رقم 2. يمكن لي نقوم بالتجاوز هاد الشاحنه. لا حنايا في منعرج وطريق ذات اتجاهين، الا كان غير كدي عاد دوبل. في هاد الاتجاه من الطريق يمكن لي التوقف بعد هاد العلامة على اليمين. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. على اليسار نعم الجواب 3. لا الجواب 4. هنا كما كيبان لنا عندنا ممنوع التوقف. قلنا لكم ممنوع التوقف فيها شرطة وحدة، ممنوع الوقوف والتوقف فيها 2 شرطات. هذه ممنوع التوقف، إذا الوقوف مسموح. هنايا كيهضروا لنا على التوقف، اذا نبقاو في التوقف. السهم كيشوف في السماء ممنوع التوقف بعد العلامه، السهم كيشوف في الارض ممنوع التوقف قبل العلامه. اذا هنايا من بعد العلامه ممنوع التوقف. في هذا الاتجاه من الطريق يمكن التوقف من بعد العلامه، اذا من بعد العلامه ممنوع التوقف. هنايا كنهضروا لكم حدا العلامه، اذا هاد البلاصه اللي هي اليمين نديرو يمكن لي التوقف بعد هاد العلامه على اليمين نديرو. لا دابا نهضروا على اليسار. ديما هاد العلامه راه كتخص غير في الجهه وحده من الطريق، ما كتهضرش على هاد البلاصه. بالنسبه هنايا الا كانت طريق ذات اتجاه واحد يمكن لي نوقف على اليسار حيت ما كاين حتى شي حاجه كتمنعها. اما الا كانت ذات اتجاه واحد ذات اتجاهين فراه ما يمكنليش نجي نتوقف هنايا. اللي كيتوقفوا هنايا فهما مستعملين الطريق اللي قادمين باتجاه المعاكس، اللي كيجيو من الاتجاه المعاكس من القدام هما اللي يمكن لهم يتوقفوا هنايا. ديما القاعده اش كتقول؟ مسموح التوقف في الطريق في اتجاهين في نفس غير على اليمين في نفس حركه السير. خص الطوموبيله ديالي تكون متوجهه هنايا، عاد يمكن لي نوقف. دابا هنايا هاد العلامه كتمنع التوقف، اذا ما يمكن لي نوقف لا على اليمين لا على اليسار. جواب صحيح. يمكن لي نتوقف بعد هاد العلامه على اليمين وعلى اليسار. لا جواب صحيح 2 و 4. يمكن لي نستعمل اشاره ضوئيه. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. نقسم السرعه. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. بالنسبه لهذا السؤال يمكن لي نستعمل اشاره ضوئيه. هاد مول السياره اللي جاي باتجاه المعاكس راه شعل ضو الطريق، راه ظاهر لي الطريق ما كتبانليش. في هاد الحاله كيتوجب عليا نقسم السرعه باش ما نصطدموش انا وياه، وننبهو باشاره ضوئيه باش يطفي الضوء ديال الطريق اللي هو الفار. في هاد الحاله في الطريق خارج المدينه كنسوقو بالطريق. اون فوا كنتقابلو كنحول التقابل. هنايا خصنا نحولو، وخص هاد السيد يحول التقابل باش ما يظهرليش، خصني ننبهو باشاره ضوئيه. وبالنسبه كيزيدوكم كاين واحد السؤال بحال هذاك حتى هو كيكون في الامتحان، كيقول لك واش نشوف خطوط حاشيه ديال اليمين. كتشوف فيهم باش ما كيظهركش بهذا الضوء. كدير له يمكن لي نستعمل اشاره ضوئيه ونقسم السرعه وكدير له نشوف خطوط حاشيه ديال اليمين. وكيقول لك ونشوف اتجاه المعاكس. لا زعما تدور وجهك وتشوف، لا كنشوف غير في الحاشيه ديال اليمين. كنمشي بسرعه 90 كيلومتر في الساعه، مسافه الامان كافيه. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. بالنسبه كما كيبان لنا داخل طريق السياره عطيتكم عندي درس
سيروا القناة كود مارو كريم غتلقاو واحد الدرس كيهضر على مسافة الأمان مبسط كاع. ما كنحاولش نشرح لكم مسافة الأمان كاملة، كنحاول نشرح لكم ديك الأسئلة اللي كيتحطوا في الامتحان على مسافة الأمان، كنعطيها لكم بواحد الطريقة مبسطة. هنايا في هاد الحالة عندنا في طريق السيار إلا كنت غادي ب90 كيلومتر في الساعة 2 خطوط راه كافية، أو 100 كيلومتر في الساعة. أما إلا كنت غادي 120 كيلومتر في الساعة خصني على الأقل 2 خطوط ونص أو 3 بلا ما تشوفوا تبقى تحسبوها الخط 20 زائد هذه كتمشي نيشان. شتي 3 خطوط أو 2 خطوط ونص وانت سايق 120 كتقول لهم كافية. كنتي قالوا لك غادي ب90 أو ب100 شتي 2 خطوط فهي كافية. هنا كما كيبان لنا عندنا 2 خطوط ونص، إذا مسافة الأمان راها كافية. الجواب الصحيح هو رقم 1. هاد العلامة كتعلم على أن السير في اتجاه واحد. الجواب 1. انتهاء مسلك التجاوز. الجواب 2. هنا كما كنقول لكم ديما في عملية التجاوز ملي كنجيو ندوبلو شي سيارة فكيتوجب على السيارة اللي قبالتي تحتفظ بالسرعة ديالها، باش أنا كنضرب الحساب السرعة اللي نزيدها. ديما كنزيد 10 كيلومتر في الساعة أو 20 كيلومتر في الساعة على السيارة اللي سايقة قبالتي. بالنسبة في داك المسافة اللي كنقطعو خلال عملية التجاوز، إذا كانت السيارة اللي قبالتنا غادا ب80 أو أكثر فراكي تستغرق داك المسافة تقريبا على 350 متر أو 400 متر عاد باش كتنتهى عملية المناورة، عملية التجاوز. بالنسبة هنايا باش نتجاوز إلا عطاوكم ديما مسلك التجاوز يتسالى كما كيبان لنا هنايا، فراه ميمكنلكش تتجاوز غير إلا مكانش عندك هنا 400. إلا كانت 400 هي المسافة اللي تقدر تجاوز فيها حيت المسلك التجاوز يتسالى، خصك في داك 400 تتجاوز. إلا كان هنا دايرين لك على بعد 200 يتجاوز فميمكنلكش تتجاوز، لأن غير انت تبدا في النص تلقى مسلك التجاوز تسالى ولا الطريق كتجيب ساعات كيكون الخطر. ديما خصكم 400 الفوق عاد يمكن لكم تتجاوز إلا كان مسلك التجاوز يتسالى. هنا في هذا السؤال حالة أخرى كيسولونا أنها تسير في اتجاه واحد، لا باينين غير بالأسهم. كاينين هنا 4 المسالك، هذا سميتو مسلك السير، هذا مسلك التجاوز، هذا مسلك كيجيب مسلك السير اللي كيجيب. إذا كما كيبان لنا هنايا مسلك التجاوز يتسالى يولي غير مسلك كيدي ومسلك كيجيب. انتهاء مسلك التجاوز نعم، ومسلك في اتجاه واحد لا، ما كاين حتى شي مسلك في اتجاه واحد. الجواب الصحيح هو رقم 2. الإشارة الطرقية كتعلم على منحدر خطير. الجواب 1. طريق ذو مخرج. الجواب 2. بالنسبة في هاد الحالة راه كما كيبان لنا هذا راه باين منحدر خطير، راه الخطر ديالو 14%. أما طريق ذو مخرج بدون مخرج لا، بدون مخرج راه كتكون علامة الإرشاد فيها خط أبيض وفيه واحد الشرطة بالأحمر، هذاك هو الطريق بدون مخرج. أما هذا منحدر خطير. بالنسبة كنتمنى الناس يتفاهموا معنا في هاد الشروحات، بالنسبة يحاولوا يجاوبوا كما كنقول لهم، حيت هاد الأسئلة تيتحطوا في الامتحان نفسهم، غير الصورة مبدلة ولكن نفس العلامة نفس كل شيء. كنحاول نقربكم بزاف من الامتحان، كنحاول نصور التصاور باش يكونوا تقريبا نفسهم. نتوما حاولوا تجاوبوا كما قلت لكم. هنايا بعد هاد العلامة يمكن لي السير بأكثر من 70 كيلومتر في الساعة. السير ب 70 كيلومتر في الساعة الجواب 1. 90 كيلومتر في الساعة الجواب 2. بالنسبة لهذه علامة نهاية المنع ديال 70 كيلومتر في الساعة. هاد العلامة اش كتقول لك؟ كتقول لك راه قبل شوية كانوا مانعين لك تفوت 70، دابا عطاوك 70 قالوا لك راه نهاية منع 70. داك المنع اللي كنا مانعين لك تفوت 70 دابا يمكن لك تفوتو، غير بشرط ما تعداش السرعة المحددة. حنايا خارج المدينة ملي تشوفو غير الربيع والخلا كنعرفو خارج المدينة والسرعة محددة في 100 كيلومتر في الساعة. إذا بعد هاد العلامة راه يمكن لنا نسوق ب70 و90، منفوتش غير 100. يمكن لي التجاوز نعم. الجواب 1. لا الجواب 2. بالنسبة للدرس ديال التجاوز
التجاوز راه هضرنا عليه، راه عندي واحد الفيديو بالنسبة بغيت نهضر لكم التجاوز في ملتقى الطرق. التجاوز في ملتقى الطرق ممنوع منعا كليا، فوقاش مسموح في 3 الحالات. إلا شفتوا هاد 3 الحالات دوبلو في ملتقى الطرق. شنو هي الحالة الأولى؟ هي الضوء الخضر. إلا لقيتي الضوء الخضر الدوبل، هنايا معنديش الضوء الخضر ما ندوبلش. إلا لقيتي سكة حديدية بالحاجز دوبل في ملتقى الطرق. وإلا لقيتي الطريق ذات أولوية، إلا ما لقيتيش هاد 3 الحالات ما تدوبلش ملتقى الطرق. هنايا عندنا الضوء الخضر ما عندناش، سكة حديدية بالحاجز ما عندناش، الطريق ذات أولوية ما عندناش، إذا ما ندوبلوش. أما إلا كانت وحدة فيهم يمكننا ندوبلو في ملتقى الطرق. هنايا الجواب الصحيح هو رقم 2. أول علامة كتشير الخط المتصل، الخط متصل الجواب 1. انتهاء المنع الجواب 2. عقبة الجواب 3. أن التوقف ممنوع الجواب 4. هنايا بالنسبة للعلامات اللي عندنا هاد العلامة ديال نهاية المنع، وعندنا التشوير الأفقي اللي هو خط متصل منع التجاوز، وعندنا هاد الأرامات اللي فيهم الكحل كيبينوا لنا الطريق. هادو ما عندهم حتى شي دور، غير كيساعدونا باش نشوفوا الطريق. بالنسبة أول علامة هنايا عندنا وهي نهاية المنع، إذا الجواب الصحيح هو رقم 2. السائق تيكون معرض للتعب أكثر إلا كانت أحوال الجو مزيانة الجواب 1، صعيبة الجواب 2. بالنسبة لهاد السؤال ما يصلحش كاع نجاوب عليه، لأنه باين أحوال الجو صعيبة هو فين كيتعرض للتعب. هادو راه أسئلة، بالنسبة لهاد الأسئلة راه ساهلين. بالنسبة نقول لكم واحد الحاجة، بالنسبة لأغلب المترشحين كاين اللي كيمشي يدوز كيقول لك جاني داكشي صعيب. بالنسبة في الامتحان كيعطيوكم 40 سؤال، بالنسبة ل 30 سؤال كيكون ساهل، غير اللي ما بغاش يجيبو. بحال هاد الأسئلة، دابا هاد السؤال واخا ما تكونش عارف البيرمي راك تجاوبو باينة. أحوال الطقس الصعيبة هي اللي غالطة، هي الجواب الصحيح. بالنسبة 30 حاولوا ما تقلوهوش، حاولوا تركزوا بلا ما تفاليدي. حاول بلا ما تفاليدي، يعطيوك السؤال برك عليه بشوية عليك على ما يبان لك يدوز. حيت كاين اللي كيكون عنده داك الثقة الزائدة، كتلقى بحال دابا شي سؤال كيجي كيبقى يبرك على واحد ودير فاليدي يزرب عليه. هو كون كان خلاه حتى يتسالى الفاليدي كون يكون واخد راحته، وديك الساعة يقدر يبدل السؤال، يكون تفكر بلا غلط في هادي يدير كوريجي ويجاوب. أما إلا دار فاليدي فيه كيحكم على راسو بلا دازلو السؤال. نتمنى هاد الميساج يوصل. هاد الظروف هناك خطر الانزلاق العربة. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. بالواجب نمشي بأضواء التقابل مشعولين. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. هنا كما كيبان في هاد الظروف هناك خطر الانزلاق العربة، باين هادي في الشتا راه فكيكون خطر الانزلاق العربة. بالواجب نمشي بأضواء التقابل مشعولين، راه ديما في الشتا كنشعلو أضواء التقابل وأضواء الضبابة الأمامية. أما في الثلج والضبابة كنشعلو بجوجهم، كنشعلو الضبابة الأمامية والخلفية. السيارة اللي قدامي كتمشي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نتجاوز. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. هنايا كما كيبان عندنا عقبة، وعندنا كما كيبان 2 المسالك كيديو ومسلك واحد كيجي. هذاك المسلك التجاوز راه يتسالى على بعد يتسالى على بعد 300 متر. شنو قلنا لكم قبل؟ خص ضروري تشوفوا 4. الا شفتوا 2 المسالك، هذا مسلك السير وهذا مسلك التجاوز، هذا المسلك هذا راه ندوزو شويه نلقاوه مشى، غيولي غير 2 المسالك، غيولي مسلك كيدي ومسلك كيجي. الا كان 300 ما دوبلوش، تشوفوا 400 الفوق دوبلو. هنايا شفنا 300 نبركو على لا. وين هنا بعد ما طلبت النجدة من الأفضل الانتظار الإغاثة في العربة ديالي. الجواب 1. خلف القضبان الأمان الجواب 2. بالنسبة هذا سؤال باين، ديما كتوقع خطر
كتمشي لشريط الوقوف الاستعجالي، كتحط المثلث النبيه ديالك على بعد 100 متر الا كانت حالة الجو مزيانة، على بعد 100 متر الا كانت حالة الجو خايبة، او الا كانت شي حادثة كنحطو على بعد 100 متر. بالنسبة كنشعلو اضواء الجدة اللي كيبانو على بعد 150 متر، وديك الساعة نتا السائق هو المسؤول ماشي الركاب. كتحل الركاب ديالك من الجهة اليمين يخرجوا ويمشيو فوق حاجز الامان ويجلسوا تماك، لان السرعة تقدر شي سيارة الله يستر تجي ويتقطع لها الفرا ولا شي حاجة والله يستر تقتل كلشي. من الاحسن كيمشيو خلف قضبان الامان. الجواب الصحيح هو رقم 2. في العربة ديالي لا. ملي كنربط حزام السلامة نراقب ان السبطة ما موضوعاش على الخصر. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. هنايا بعض السائقين كيحطوا حزام السلامة ما فيه ما يديروه. بالنسبة لحزام السلامة راه ضروري. هنايا ضروري خصنا نشوفو واش موضوع مزيان ما ملويش، ما ضروري خصو يكون على الخصر على الكرش. هنايا الجواب الصحيح هو رقم 1. بالنسبة لبعض الأسئلة كيكونوا ماشي منطقيين ماشي لوجيك، ولكن نتوما حاولوا تشدوا هادشي اللي كنقول لكم، لأن أغلبية كيجي هادشي ما عندوش علاقة بالواقع، ولكن خصك انت باش تاخد رخصة السياقة ديالك خصك تتبع هادشي اللي كنقول لكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. إحصائيات: هناك خطر باش نتعرض لحادثة جسمانية قريبة من داري. الجواب 1. بعيدة من داري. الجواب 2. إحصائيا اش كتقول لك بالنسبة للحادثة قريبة من دارك هي اللي كتكون فيها الأكسيدون. غنقول لكم علاش. بالنسبة إلا كنتي غادي انت مسافر ولا غادي لشي بلاصة بعيدة من دارك ما كتكونش كتعرف الطريق مزيان، كتكون منتبه مع الطريق فين نمشي واش ندور اليمين ولا اليسار كتكون كتلاحظ. اما الا كنتي قريب من دارك فراك كتكون عارف الطريق، كتبقى مكسيري وما متوقعش شنو غيخرج لك، كتبقى سايق بلا راك عارف داك الطريق ديما سايق فيها مولفها. اذا الجواب الصحيح هو رقم 1. احصائيا راه حادثة كتوقع قريبة من داري. الجواب الصحيح هو رقم 1. باش نتجاوز هاد الشاحنة يمكن لي نتابع السيارة البيضاء. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. كما قلنا تجاوز ديما كنتجاوزو على اليمين على اليسار عفوا. اليمين ما كندوبلوش منه، فوقاش كندوبلوه من اليمين. الا كانت شي سيارة كتقوم كدور على اليسار ودايره سيريال بلا تدور على اليسار. هنايا كما قلنا الطريق السيار وخط متصل، فيمكن لي نتبع شي سيارة كتجاوز، ما حتى شي سيارة ما باغا تجاوز خلفي فيمكن لي نتبع السيارة البيضاء. ممر اللي على السكة الحديدية كيتواجد على بعد 100 متر. الجواب 1. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. بالحواجز. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. بالنسبة هذه ديال الحواجز راه الا كان التران كنعرفو بلا حواجز كانت هاد السكة هادي باينه لك هكا فكنعرفو بالحواجز. هنايا كيتواجد على بالحواجز نديرو نعم لان كلها. اما الا هنا شنو دايرين لنا كيتواجد على بعد 100 متر. الا كانوا هنا على حسب الخطوط كنحسبوهم، ما كنحسبوش الخطر على بعد 50 او 150. كل خط فيه 50. هنا عندنا جوج خطوط فراه على بعد 100 متر. الا كانوا 3 150 كان خط 50. هنايا بالحواجز نعم على بعد 100 متر. نعم الجواب صحيح هو 1 3. نتمنى يعجبكم الشرح وما تخلوش علينا بلايك الفيديو وتبارطاجيو، ونتلاقاو ان شاء الله في السلسله المقبله درس جديد.